طلبة تالتة إعدادي، الدرس الأولاني حدانا حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين. هحلها لكم بالحساب الذهني بسرعة عشان نتعلم طريقة سهلة. لو عندي المعادلة الأولى س زائد ص بيساوي 6 وس ناقص ص بيساوي 6، الغرض من حل معادلتين وجدت قيمة س، يبقى س بتساوي، هعمل شرط الكسر 6 زائد 8 على 2. اشمعنى 2؟ المعامل هنا 1 والمعامل هنا 1، تطلع فيها السبعة. وص بتساوي 6 ناقص 8 برضه على 2، يبقى ص هتطلع بسالب 1، يعني مجموعة الحل 7 وسالب 1. عوض في أي معادلة من المعادلتين هيطلع النتيجة صح. نخش للمعادلتين التانيين. لو عندي 2 س زائد ص بيساوي 12 زي ما هي موجودة كده قدامك، هتقول السين الواحدة عبارة عن 12 زائد 3 على 5 على 3. اشمعنى على 3 يا مستر؟ عشان عندي 1 س و2 س، يبقى 15 على 3 على 5. أعتقد سهلة بقى، يبقى الصاد بتساوي، هو طبعا س طلعت ب5، يبقى 5 تطلع الصاد بكام؟ ب2، عشان صاد هتطلع 5 ناقص 3 بتساوي 2، يبقى مجموعة الحل هتبقى 5 و2، زوج مرتب داخل أقواس المجموعة. أما الحالة الثالثة والأخيرة، لو كانت المعاملات مختلفة زي ما أنت شايف كده، يبقى برضه نفس الكلام هنقول له س بتساوي، أنا عندي 10 زائد 5، 10 زائد 5 15 على كام؟ على 3. 15 على 3 فيها 5، يبقى الس بتساوي 5. لو انت عوضت هتطلع 5 ناقص 5 بتساوي 0، يعني مجموعه الحل يا اولاد هتبقى عباره عن 5 و0. بطريقه سهله، طريقه سهله جدا جدا جدا، وهو حل معادلتين سواء المنهج كان مصري او عربي. تحياتي لكم، نتقابل في فيديو اخر.